السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مش نعمل مع بعضنا مسفوف تونسي. أول حاجة ناخدو وكل كسكسي جيد متاع باكو ماهوش متاع عولة. عملت أنا نصبو عليه شوية ماء نخلطوه بالقدا نخليوه شوية من با هكا دقيقتين ثلاثة. عملت كسكسي الباكو خاطر كسكسي العولة يبدا زايد ملح وكل شيء باش مع الحلو تحسه يجي مش شكلك الكل. حطيته يفور في الكسكيس. زدت عاودت هبطته المرة الثانية، زدت صبيت عليه شوية ماء سخون كيف نخلط بالقدا لين ما عادش فما عابر، ونزيد نعاود نرجعه يفور. وزدت هبطته مرة أخرى 3 مرات. لهنا المكونات متاعنا، خذت زوزة، رمان، سكر، تمر وزبيب. وانتم لكم الاختيار، تنجموا تعملوا برشا راو فاكهه، انواع متاع فاكهه شنو تحبوا، على كيفكم. انا هذوما اللي عندي توا. صاي الكسكسي متاعي احضر فور. هبطته باش نحلو بالزبده، تراهم بعد شويه كي يتحل بالزبده يولي كل كعبه وحدها. ديريكت ملي نهبطو نحط فيه الزبدة وهي كسكسي سخون باش تتحل تذوب. ونبدأ نخلط مليح قبل ما نحط له المكونات متاعه باش يمشي كل كعبة وحدها. هكاك المسفوف لازم يجي كل كعبة وحدها، ولازم ما يجي شكلي طايب على الاخر، وميمتو ما نخليوهوش يابس باش كان بيت ولا حاجة. نحطك السكر من الاول زاده كيف باش يذوب مع السخانه باش ما يبقالناش من بعد تحسوا تبدا تاكل تقرمش فيه. توا نحطك المكوناتك الزوزه، الزبيب، التمر متاعنا. الزبيب والتمر نفختهم شويه في الماء سخون قبل ما نحطهم، ومن بعد سقطرتهم قصيت التمر باش يبداو طريين، سورتو كي يبدا عندك التمر يبس شويه. وتوا نخلط كل شيء مع بعضه بالقدا لين يتمزج المكونات الكل، يدخل من الاول للاخر، ما يبقاش عنا كسكسي شايح هكاك وحده. ونحطوا صحة وبالشفاء، ولو لكم الاختيار تنجموا تعملوا برشا انواع متاع فاكهة. كان عجبكم الفيديو اعملوا كومنتير واعطونا طريقتكم في هذا المسفوف التونسي. اعطونا طريقتكم كان فما من بلدان اخرى. ابوني للقناة وجيم للفيديو كان عجبكم، وصحة وبالشفاء ليكم الناس الكل. الى اللقاء.